السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اهلا بيكم معزة فهمي واسرار المطبخ. هنبدأ بالصلاة والسلام على رسولنا الكريم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا صباح الفل، صباح الجمال، احلى صباح عليكم. صباحكم مشرق بنور الله. هبدأ معاكم اليوم بتاعي بعمل كوباية شاي جامدة قوي بالنعناع، لان انا كنت هنا فترة فول وفلافل بقى وبصل، فقلت اشرب كوباية شاي اظبط دماغي قبل ما اخش في المعمعة واخش في الروتين اللي انا هعمله معاكم النهارده، والوصفات والتوفير اللي احنا نوفره مع بعضينا. فيلا بينا مع سر جديد من اسرار مطبخي، وشوف هنوفر ايه وهنعمل ايه جديد النهارده مع بعضينا. انا هنا بوريكم المطبخ بتاعي فيه حبه مواعين ومطلعه فرخه تفك، وهنا علبه القشطه دي انا محوشاها وجايبه 2 كيلو روابي، وبوريكم منظر المطبخ بتاعي قبل ما اعمل اي حاجه. فاول حاجه زي ما احنا عارفين هبدا بالبوتاجاز بتاعي، هغسله غسله كويس عشان احط عليه الحاجه اللي بتاخد وقت على النار، اسيبها على النار لحد ما اخلص بقى تحضيراتي، اشطب الحوض بتاعي، اروق المطبخ، اعمل حاجه في الشقه بره. فانا بحب اجهز ايه الحاجات اللي هتحط على البوتاجاز الاول تاخد وقتها. ماشي، فانا همسح البوتاجاز بتاعي معاكم دلوقتي مسحه كويسه، وهبدا اول حاجه واحط السمنه بتاعتي على النار. طبعا انا هعمل ان هو يا جماعه السمنه اللي هي المخلوطه، هنعمل من السمنه النباتي سمنة بلدي وفلاحي، سمنة حلوة جدا هتعجبكم. بصوا انا حطيت القشطة بتاعتي والسمنة الروابي على النار، فكت وخليتها ايه، سيبها بقى تاخد وقتها على نار هادية وحطي تحتها الصاجة. خلاص. طبعا انا طريقة السمنة دي بالتفصيل هتلاقيني منزلاها في فيديو لوحده، وقبل كده بصراحة انا كنت منزلة معاكم فيديو اللي انا عملت من لية الخروف سمنة برضو بلدي، كانت تحفة جدا، وحطيت عليها مكونين كانوا هم السر بتاعها اللي خلوها كانت هايلة، ومفيش اي ريحة ليا فيها ولا طعم ليا بصراحة. كانت جميلة جدا وهايلة. ولحد الآن أنا لسه بشتغل منها، بعمل منها الخضار بتاعي اللي احنا اتفقنا عليه اللي هو بيبقى أرديحي من غير لحمة، وباخد معلقة اللي هي بالمرتة دي بحطها بجد أكني حاطة على الخضار ده لحمة، بيبقى طعمه تحفة جدا. فعلى قد ما تقدري حاولي تعملي وتوفري وتدبري كل حاجة في البيت، عشان خاطر بتنفعك في حاجة تانية. جوزي بيقول عليا ايه ان انا ست جدعة واقفة في ظهره كده وبوفر وادبر، بس الحمد لله والله اللي بنوفروه باليمين من في الاكل والشرب ومن حاجة بنيجي بنصرفه في حاجة تانية. يعني احنا اليومين دول في ضغط بقى امتحانات ودروس، والله العظيم ثلاثة بنزل اطبع لاولادي ورق واطلع، يعني ممكن اطبع بال70 وبال80 جنيه في اليوم وبال100 جنيه. وعايزه اقول لكم ان انا ولادي يعني مرحله ابتدائيه، يعني ربنا يكون في عون اللي عندهم مرحله اعداديه ومرحله ثانوي. يعني انا ابتدائي وبقول يا ليل يا عين، يعني كتر خير اللي عندهم عيل واثنين وثلاثه واربعه، واللي عندهم مرحله ابتدائي وثانوي. العالم ده بقى غالي وكل حاجه بقت غاليه جدا. فعلى قد ما تقدري حاولي توفري وتعملي كل حاجه في بيتك، لانك انت التوفير اللي هتوفري ده هينفعك في حاجه تانية، هتتسطري، مش هتتعري قدام حد، هتلاقي نفسك مستوره كده وبتعملي كل حاجتك ومستوره، وايه، وبتسددي كل اللي عليكي وبتجيبي كل احتياجات بيتك ومش بينقصك اي حاجه. وكمان يعني تعمليها تبقى بنضافه، لان انت دلوقتي بتجيبي، يعني انا بالنسبه للسمنه ديت، دلوقتي الفلاحين والله العظيم بيغشوا السمنه، بيحطوا عليها لبن بودره وبيحطوا عليها حاجات، يعني مش عارفه بتبقى مغشوشه مش اللي هي، وبتبقى غاليه جدا. فانا السمنه دي اللي انا عملتها معاكم في الفيديو اللي هو السمنه المخلوطه ديت، انا بعمل منها الخضار، بطبخ منها والله، وبعمل منها الكحك وبعمل منها البسكوت، ما تفرقهاش عن السمنه التانية. والله خش على الفيديو وشوفي الطريقه هتعجبك جدا وهتدعي لي. بصراحه كانت جميله جدا وما خدتش مني اي وقت، انا سبتها على النار خدت وقتها وانا بعمل جنبها الاكل، ما اثرتش معايا في اي حاجه. خلاص. انا هنا شطبت، بصوا المطبخ بتاعي الحوض بتاعي، وطلعت من الفريزر طماطم وويكا وبسله، وغسلت مواعيني وبوتاجازي اتشطب وحطيت عليه الفراخ كمان، وادي السمنه على النار، على نار هاديه، وما ما اثرتش معايا في اي شيء. خلاص. انا هنا اهوت الفراخ بتتسلق، جبت بقى حله جنبها على النار، هنزل فيها بمعلقه من ليه الخروف اللي انا قلت لكم عليها اللي محولها لسمنه فلاحي، وهنزل كمان عليها بحبه من الزيت، وهعمل البسله بتاعتي دي لان انا مش هحط فيها لحمه ولا احط فيها حاجه، بجد هتخلي طعمها والنكهه بتاعتها هايله. نزلت بالمعلقه بتاعتي وحبه الزيت، وهنزل عليهم كمان بالبصل بتاعي. وعايزه اقول لك كمان ممكن الميزانيه بتاعتك ما تسمحش ان انت تجيبي فرخه او لحمه، عايزه تعملي الخضار بتاعك من غير تعملي حبه خضار وحبه رز، والله مش هيقول لا، فهتعملي. الليه ديت والمرطه بتاعتها بالليه هتحطيها على النار، هتدي طعم حلو جدا.
هنا بقى أنا جبت حلة تانية حطيت فيها حبة شوربة، هاعمل بقى إيه، الوكا الصعيدي المعتبرة بتاعتي، اللي أنا مشهورة بيها. ماشي، ما تكتريش الشوربة لأن لو احتاجت شوربة هتحطي لها تاني، أنا هاحطها ورا على نار هادية وأكمل بقية الأكل إيه بتاعي. هنا بقى البصلاية دبلت وخدت يا دوبك لون بسيط، هانزل بقى بمعلقة الليا والمرتة ديّة اللي أنا حاطاها في الفريزر، باستخدمها في الطبيخ بتاعي، هاقلبها مع بعضها وهانزل بقى إيه بالطماطم بتاعتي. عايزة أقول لِك بصراحة لمّا بتجففي الخضار والطماطم ويبقى مثلًا كل حاجة جاهزة، الأكل ما بياخدش منِّك ساعة زمن، بتبقي مشغولة أو في مشوار أو بتذاكري لولادِك، بتخلّصي اللي وراكِ وبتقومي إيه، تعملي أكلِك. يعني أنا أهوّة كنت قعدت ذاكرت لولادي وقُمت أول ما نزلوا للدرس، قُمت حضّرت إيه، الأكل بتاعي ما خدش مني ساعة زمن، عقبال ما جُم كنت أنا إيه، خلّصت الأكل بتاعي كلّه كان خلص، جُم يا دوبك على الغرف عِدِل. فبصراحة أحلى حاجة التفريز ده، أنا باحبه جدًا، حتى تلاحظوا كل أكلي أنا بافرّزه على طول باستمرار. هنا بقى أنا جبت حلة وحطيت فيها معلقة السمنة بتاعتي وحبتين صغيرين، ونزلت بالشعرية بتاعتي، يا دوبك هاقلبها هتاخد اللون الدهبي بتاعي الحلو، وهانزل بمعيار المَيّة بتاعي، أنا مش فاكرة هنا كنت عاملة قد إيه بصراحة معيار مَيّة، فأنا زي ما اتفقنا كل كوباية رز كوباية مَيّة، ولو حاطة كوباية شعرية بتحطي نص كوباية مَيّة. مش أنا هاقلبها وأحط الملح بتاعي عليها، وهاغسل الرز بتاعي، وهانزل كمان إيه بيه. ماشي، هنا الرز بقى أنا هاقلبه، وهاغطيه بقى إيه، أسيبه بقى إيه يتشرب على نار هادية. وانا طول ما انا شغاله في الاكل ايدي في حله السمنه اللي ورا بفضل اقلبها وايه واشتغل فيها، والوكا موطيه عليها. هنا بقى انا كنت جايبه تمن فلفل اسمر، والله انا بجيب بنص كيلو بربع كيلو، بس مع الغلا اللي احنا فيه لقيته غالي جدا، يا دوبك جبت تمن على قد ما انا ايه هشتغل، انا بجيبه يا من فتح الله يا بيت الجمله. فانا كان خلص معايا وانا حاطه الاكل على النار، قلت ايه يا بنت ايه اعمليه بسرعه كده مش هياخد منك وقت، حطيته في المطحنه بتاعتي دي، وهطحنه كده على السريع واحطه في البراتين بتاعته، وهكمل الاكل بتاعي. انا بص من فلفل اسمر كمون كزبره ناشفه اي بهارات ما بحبش اجيبها مطحونه جاهزه يا جماعه، لان بيحطوا عليها حاجات كده غريبه بيغير طعم الحاجه. انا بجيب كل حاجتي ناشفه كده وبطحنها في البيت عندي وبعبيها في البرطين بتاعتي. هنا بقى هعبي البرطمان اللي انا بستخدمه استهلاكي فيه على طول بسحبه، والباقي ده هكمله واحط البرطمان دوت في التلاجة. بص انا مليت البرطمان الصغير، وده كده هفضيه كله في البرطمان الكبير. حتى والله برضو جايبه كمون كنت عايزه اعمله، قلت بقى اخلي الكمون انا مش هحتاجه النهارده في الاكل، هعمله مره تانية. ماشي، انا كده ايه خلصت الفلفل الاسمر بتاعي، هقفل البراطين بتاعته وامسحها مسحه كويسه، وايه واشيلها واكمل الاكل بتاعي. هو الاكل على النار ما خدش وقت مني يعني، وخدش حاجه نضيفه ضامنه اللي هي مش محطوط عليها اي حاجه او مغشوشه او اي حاجه. هنا بقى بصوا هنزل بالفلفل الاسمر بتاعي والملح، وبعد ما اغطيها هكون نسيت احط الكركم وحبه الكزبره الناشفه، فانا هارجع احطهم عليها تاني، هاشيل الغطا واحط ايه عليها الكزبره الناشفه بتاعتي وحبه الكركم. وانا بوريكم رز بصوا فلفل واستوى، والوكا ورا على نار هاديه. هنا بصوا انا قلبتها، هزودها بقى كده اهوت، وهنزل بقى بكيس البسله بتاعي. انا بحط البسله على الجزر زي ما انتم شايفين كده. ان شاء الله لما اجي افرزها هبقى انزل لكم فيديو بالتفريز البسله، زي ما نزلت لكم قبل كده بتفريز الباميه والسبانخ. ماشي، وبالمضرب اليدوي ده كده تملي، وانا رايحه وانا جايه برضو بقلب ايه الويكه لحد ما تدوب خالص وتستوي وتبقى تمام التمام. وبرضو هنقلب السمنه في ايدينا. خلاص، هنا برضو هفضل اقلب في الويكه. هنا بقى البسله كده هو اهي غليت غلوتين، هنزل بقى بمعلقه التوم بتاعتي الحلوه، طبعا هي كده خدت التوم والبهارات وكل حاجه. سيبها بقى برضو ايه حاولي تسوي الاكل بتاعك على نار هاديه بيبقى جميل جدا. خلاص يبقى الويكه تاخد وقتها، وايه وهرص الفراخ بتاعتي في قلب ايه الصينيه. هاعملها بقى المرة دي بقى ايه بتتبيلة حلوة يعني، هحط معلقة سمنة وعليها حبة زيت ومعلقة ثوم، وكمان هحط
معلقة صلصة أو معلقتين على حسب ما أشوف هاحط قد إيه، وملح وفلفل أسمر، وباقلب الخليط ده مع بعض كويس جدًا. بصراحة بيدّي طعم ونكهة للفراخ حلوة أوي، وغير كده لمّا بتتحمّر الصلصة بتدّيها لون جميل جدًا. هاقلّبهم مع بعض كويس أوي، لقيتها محتاجة حبّة زيت تاني فانزلي بحبّة الزيت تاني، ما فيش أي مشكلة. هنا بقى أحط حبّة زيت في الطبق بتاعي الكبير ده، وهارُص الفراخ فيه، وهابتدي بقى إيه، أدهن الفراخ بتاعتي دي كلّها بالخليط اللي أنا عاملاه دوّة، التوم بالصلصة، بالزيت، بالسمنة، بالملح، بالفلفل. صراحة هايلة، بيبقى طعمها حلو جدًا. حاولي بقى إيه، أنا عملت الفراخ من تحت ومن فوق ومن كل حتة، يعني أنا جايبة لكم كده وأنا باعمل من فوق، أنا رفعتها وعملت كمان في قلبها من جوّه كمان، عشان يبقى طعمها حلو. بصوا شكلها كلها عوزتها وهدخلها بقى الفرن، يا دوبك تاخد لون. شايفين الجمال؟ بجد هايله وكانت فظيعه. خلاص، يلا بينا بقى ايه نعمله بقى ايه الوكا الصعيدي بتاعتنا. ولازم الفلفل اللي بقليه دوت على النار، لازم مفيش غنى عنه. هنا بقى انا جبت معلقه من السمنه، ونزلت عليها بمعلقه من الثوم، وهنزل بقى بالبهارات بتاعتي اللي هي ملح وفلفل اسمر وكزبره ناشفه وحبه شطه صغيرين. بصراحه انا بعشق الوكا الصعيدي جدا وبحبها، والحمد لله نفسي فيها حلو. إيه، واخده الطريقه بتاعت جدتي الله يرحمها، بصراحه كانت جميله جدا. ربنا يرحمها يا رب ويسكنها فسيح جناته، ويرحم جميع اموات المسلمين اجمعين. بص انا هنا حطيت بهاراتي، هقلب واخليها تاخد اللون الذهبي الحلو، وهنزل عليها بالويكا يا دوبك تغلي غلو، وخلاص على كده تمام تمام. مفيش اي حاجه تاني. بصوا برضو التومه ما ينفعش تسيبيها وتمشي، لازم ايدك تبقى فيها على طول، سواء ملوخيه او ويكا او اي حاجه. بصوا هي كده حلوه قوي، ما تزوديش اكتر من كده عشان ما تمررش. هنزل بقى عليها بمغرفتين الويكا. بحب اسمعكم صوت الطشاشه ديت، بس يبقى في اصوات حواليا بتاعت ولادي وصريخ وضرب وخبط، فبضطر ان انا اشيل الصوت يعني. هنا كده انا ايه عملت الويكا، كانت جميله جدا. يلا بقى نغرف الاكل بتاعنا ونشوف جمال الاكل بتاعنا عامل ازاي. بصوا الويكا والبسلة والشوربة والفراخ والمخلل الجميل اللي احنا بنعمله مع بعضينا دوت. بصراحة الأكل هايل. طبعا كلنا ما كناش هناكله، ففردين قعدوا كلوا، فحطيت لهم ايه أكل على قدهم. ماشي. بصراحة الأكل كان طعمه تحفة، وكان خفيف جدا، مش قادرة أقول لكم على جماله يعني. وهنا بصوا أنا كنت خلصنا اتغدينا وغسلت مواعيني وكنست وشطبت مطبخي. بصوا كان زي الفل زي ما انتوا شايفين هنا. وهنا كنت جايبة لفت حاطاه في الأرض، ما كنتش عملته في نفس اليوم بقى، عملته تاني يوم. بصوا والمواعين اتغسلت اهيت وكل حاجة تمام. وانا هنا وصلت نهاية الفيديو بتاعي. لو وصلت لحد هنا ما تبخليش عليا بالكومنت والدعوة الحلوة واللايك والشير والاشتراك لقناتي وتفعلي زرار الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.